السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف آخرة الطمع وآخرة الابتزاز. موظفة شغالة في بنك وبقت مديرة في بنك، بسم الله ما شاء الله عليها، وعندها 42 سنة وما كانتش فايقة لأي حاجة في حياتها، مش فايقة إلا لمستقبلها، لغاية ما فاتها قطر الجواز زي ما بيقولوا. وصل سنها 42 سنة وما اتجوزتش، ولما بدأت بقى تفوق لنفسها إن هي تتجوز، يجي يتقدم لها واحد يكون كبير في السن، واحد عنده 55، واحد عنده 60، واحد يكون يعني متجوز وعنده ولاد. كانت بترفض طبعا الجوازات ديت، لغايه ما جه واحد موظف اشتغل عندهم في البنك، شاب اصغر منها ب8 سنين. لما شافته هي اعجبت بيه، بدات بقى يعني هي تديله في نظرات كده، نظره في نظرتين في تسبيله بتاع، لغايه هو ما بدا يسال عنها، عرف ان هي مش متجوزه. بدا طبعا هو يترجم الايه، النظرات ديت، لغايه ما هما الاتنين بداوا يتقربوا من بعض، خدوا تليفونات بعض، بداوا ان هما الاتنين يتقابلوا بره ويقعدوا بقى بره كتير هما الاتنين في مقابلات بتاع، لغايه ما عرف كل حاجه عن حياتها الشخصيه. عرف ان هي طبعا عربيه وشقه وفلوس في البنك وذهب، وبسم الله ما شاء الله عليها عايشه لوحدها، يعني جاهزه من كله. وهنا بدأ ان هو يتقرب زيادة. هي بقى هنا كانت عارفة ان هو بيعمل كده علشان خاطر طمعان فيها وفي فلوسها وكل حاجة، لكن هي كان ما عندهاش مفر من كده، يعني هنلاقي عريس زي ده فين؟ لغاية ما هو قال لها لا نتجوز عرفي، فهي وافقت ان هما يتجوزوا عرفي على اساس ان انا يعني لسه انا مش جاهز وما عنديش حاجة، وانا مش عارف، وبساعد اهلي في البلد، ومرتبي كله اللي باخده ببعته لاهلي في البلد. ومن اول يوم اتجوزوا وهو كان معتمد عليها ان هي بتصرف في كل حاجة، حتى لما كانوا يجي يخرجوا يطلب منها ان هم يخرجوا، كانت هي اللي بتصرف في الخروجه في كلها. الشقه كل حاجه هي اللي اكل وشرب وكل حاجه هي اللي بتصرف، وفلوسه هو كلها بياخدها بيبعتها لاهله في البلد زي ما هو مفهمها وقايل لها. ولكن هو هنا كان حاسس ان هي هتيجي عليها يوم من الايام هتزهق من كتر المصاريف ديت، وهتقول له لا كده لغايه كده بلاش، واصرف انت بقى وانا تعبت من المصاريف وكده. وهو كان عامل حساب الحته دي كويس قوي. فعمل ايه بقى؟ جاب كاميرات صغيرة قوي وهي مش موجودة في الشقة، وزرعها في أوضة النوم، يعني كل زاوية في أوضة النوم، وحضراتكم فاهمين طبعا كل زاوية على السرير وكده، لغاية ما طبعا هما الاتنين بيكونوا العلاقة مع بعض عادي، والكاميرا بتصور وكل حاجة عادي، وبقى معاه الفيديوهات دي ومحتفظ بيها، على أساس لو جه في يوم من الأيام تقول له لا كفاية لغاية كده، يقول لها لا تعالي أنت بقى. وحصل حقيقي، جه في يوم من الأيام قالت له بقى أنا تعبت من المصاريف ومش عارف إيه، وأنت كل الفلوس اللي بتاخدها بتبعتها لأهلك، لازم بقى تخلي كده جزء لينا وجزء لاهلك، ويعني انا تعبت من المصاريف، حتى على الاقل حتى الفلوس اللي جايه لك كده شوف مصاريفك انت الشخصيه. قال لها لا، انا الفلوس اللي باخدها كلها متعود ان انا ببعتها لاهلي عشان خاطر احنا عندنا ظروف في البلد، وانا قايل لك على كده ومتفق معاك على كده من الاول، والله لو انت بقى مش شايفه كده شوف انت بقى تتصرفي ازاي. قالت له لا، ما ينفعش كده، احنا دلوقتي ممكن ان احنا الاثنين نتطلق عادي، وهو ده هي اللي بينا وبين بعض ورقتين، ولا هقول لك اديني شقه ولا اديني حاجه، ده انت هتاخد شنطه هدومك وتمشي كده. قالت له اه هو كده. عدى يوم اتنين، كان هو بعت الفيديوهات دي لمين بقى؟ لصاحبتها ولاختها. راح صاحبتها واختها راح بعت لها وقال لها تعالي بص شوفي هو جوزك بعت لنا ايه. هنا هي طبعا جت تواجه جوزها، قال لها انا بعتهم ليهم عشان خاطر انا عارف ان هم دول يعني دول سرك، عمرهم ما هينشروا الفيديوهات دي، بس انا بعرفك وبوريك يوم ما انت هتندلي معايا وهتقولي لي يلا نتطلق ويلا مش عارف ايه، انا هنشر الفيديوهات دي. قالت له لا، انا مصممه ان انت ان احنا نتطلق احنا الاثنين، ونقطع الورقتين وخلصت على كده. قال لها كده اه. قطعوا الورقتين، وراحت راحه لمين؟ للمحامي، وقالت له على كل حاجه. المحامي قال لها لا، انت حاول انك انت ترجعي له تاني ويكتب الورقتين تاني حتى لو عرفي، اعملي اي حاجه بحيث ترجعوا تاني لبعض. وحصل حقيقي، كلمته وانا اسفه ومعلش وحقك عليا وطلع كلامك صح، ونعيش زي ما كنا عايشين، وانا مش مشكله، ما عنديش مانع ان انا اصرف في كل حاجه، انا ما اقدرش استغنى عنك وانا. ورجعوا هما الاتنين لبعض وكتبوا الورقتين العرفي، وراحت هي واخده الورقتين وراحت مخبيهم في مكان، وهوب راحت نازله على المحامي. المحامي هنا على طول رفع عليه قضيه، وتم القبض عليه من داخل الشقه بتاعته، وعلى تحريز الموبايل بتاعه اتحرز بالفيديوهات اللي عليه، وخد 5 سنين سجن، وطبعا غرامه 100,000 جنيه.
كل ده علشان خاطر ايه؟ طبعا خرب بيته 100,000 جنيه، بقى شوف بقى حد من اهله يدفعه له. كل ده علشان خاطر ايه؟ الطمع. انت لقيت واحده بتصرف عليك، وواحده بتحبك، واحده يعني ردت ان هي تتجوزك بالطريقه دي، تعمل كده ليه؟ بتعمل حساب الغدر، وانت اصلا اللي غدرت في الاول. يعني هو اللي بدأ بالغدر من الاول، يصور مراته علشان خاطر يبعتها بعد كده او يذلها بعد كده. ولكن هي طبعا طلعت تصرفها كله كان صح، ان هي قالت للمحامي وعملوا فيه بلاغ. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.